زي النهارده من زمان من كام سنة، مفيش لزوم للعد او للحسبنة. اصل الحكاية عد عمرك يا جحا، قال يوم فلس وخمسة ستة عكننة. فلس فلس يحيى الفلس والجدعنة. الشاعر احمد فؤاد نجم. خد لك الحكايه دي في السريع. في اوائل السبعينات كده، وتحديدا بعد ما السادات جه ومسك مكان عبد الناصر بعد ما عبد الناصر مات، الدنيا كانت متوتره شويتين بين السادات والطلاب والمثقفين عشان الارض المحتله، وان هم عايزين يمشوا على نفس نهج عبد الناصر وتحقيق اهداف ثوره يوليو. واتكلمنا صديقي في الموضوع ده قبل كده بالتفصيل في الفيديو اللي كنا بنتكلم فيه عن حياه السادات، وكانت الوسيله الوحيده في الوقت ده للطلاب للتعبير عن رايهم انهم يعملوا شويه منشورات يوزعوها في الكليه او يعلقوها الناس تشوفها، ومؤتمرات بيدعوا عليها الصحفيين والكتاب والسياسيين. وكعاده المؤتمرات دي يا صديقي كانت بتختتم براجل اربعيني كده لابس هدوم قديمه وصاحب في ايده راجل كفيف يطلعه على منصه المدرج، والناس تشوفهم من هنا وهاتك يا تسقيف. وبعد كده يا صديقي يبدا الشاعر احمد فؤاد نجم يقول قصايده، والراجل الكفيف اللي كان مطلعه معاه اللي هو الشيخ امام عيسى يبدا في الغنى والتلحين. وبعد ما يخلصوا وتطلع مظاهرات جامده جدا تلف الحرم الجامعي كله. وكانت الحكومه يا صديقي في الوقت ده كل سنه تعتقل شويه طلاب كده والصحفيين اللي معاهم والكتاب، وعلى راسهم الشاعر الكحيان ده والمغني الكفيف. وكانت تهمتهم يا صديقي انهم بيعملوا دعايات مثيره من شانها تجدير الامن العام. وكان معظم الناس في الوقت ده بيوصفوا الناس دي انهم مندسين وسط الطلاب، وان الطلاب دول ما كانش ليهم ذنب. وفي سنه من السنين يا صديقي، وتحديدا في مجلس الشعب، يقوم واحد من النواب اسمه زكريا لطفي جمعة يعلق على بيان كان قاله السادات بمناسبة الاعتقالات دي، ويأكد على كلامه ويقول لهم يا جماعة الناس دي مندسين وسط الطلاب، وان الطلاب ما لهمش ذنب، وان الجماعة دول تبع عبد الناصر وهم اللي بيحرضوهم على المظاهرات دي، وان من ضمن الناس دي شاعر اسمه احمد فؤاد نجم. ويقوم جاي قايل قصيدة من قصايده عشان يعرف الناس هم بيحرضوهم ازاي. بوزو الجبانك للجبانة كالغدانة أملاهانا شعب طيب كالعشانة. قل أعوذ مدي بوزو الجبانك للجبانة كالغدانة أملاهانا شعب طيب كالعشانة. والناس يا صديقي تسمع القصيدة دي من هنا ويستغربوا جدا الكلام، أول مرة يسمعوا الكلام ده وبيتقال فين؟ في مجلس الشعب. عشان بعدها يجي حافظ بدوي ده كان رئيس مجلس الشعب وقتها يقول له يا عم ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ هتودينا في داهية، اقعد يا عم زكريا وما تقولش أمثلة تاني، مش عايزين نعرف حاجة. وتيجي يا صديقي الاستراحة بتاعت مجلس الشعب والنواب يتلفوا حوالين عمنا زكريا، قول لنا يا عم زكريا القصيدة دي عايزين نكتبها كاملة، ومين الشاعر احمد فؤاد نجم ده؟ والغريب يا صديقي ان هم كانوا مفكرين ان احمد فؤاد نجم تبع الجماعه بتوع عبد الناصر، ما يعرفوش ان عبد الناصر حبسه قبل كده اكتر من مره، وفضل محبوس من سنه 68 لحد 71، واللي افرج عنه السادات لما جه وافرج عن المعتقلين. في كتابه مذكرات الفجومي بيقول صلاح عيسى ان بعد ما اتقبض عليهم بسنه ايام عبد الناصر كان في فرصه لقاء بين جمال عبد الناصر ونايف حواتمه، وده كان رئيس الجبهة الديمقراطية الفلسطينية. قال له ليه طلب عندك يا ريس واتمنى تحققه لي. قال له في 3 عندك معتقلين سياسيين، وبيقصد بالثلاثة احمد فؤاد نجم والشيخ امام عيسى وصلاح عيسى، اتمنى ان انت تفرج عنهم. عشان يرد جمال عبد الناصر عليه ويقول له ما تتعبش نفسك، مش هيشوفوا الاسفلت طول ما انا عايش. والغريب بقى في الموضوع كمان ان نجم ما كانش ليه علاقة بالشعر السياسي قبل سنة 67 سنة النكسة، وكان ساعتها عنده 38 سنة، يعني ما كانش فيه وقت ولا للشقاوة ولا التمرد، اللي زيه كان اخره يجيب بطيخة وجورنال وهو مروح. كمان ما كانش فيه اي حاجه في طفولته تدل مثلا ان هو هيبقى ثورجي ولا حاجه. اتولد الشاعر احمد فؤاد نجم يا صديقي سنه 1929 في قريه ابو نجم، ودي قريه من قرى محافظه الشرقيه. ابوه كان ضابط في الداخليه وكان مسميه الاسم ده على اسم الملك اللي موجود وقتها، الملك احمد فؤاد. بيموت ابوه يا صديقي وهو صغير، وكمان الحياه كانت صعبه وهو كان شقي حبتين، فخاله بياخده معاه الزقازيق ويدخله ملجأ هناك. بيتحط في الملجأ ده يا صديقي والايام بتعدي عليه صعبه، وكان بيقعد بالايام ما بيتكلمش لدرجه ان هم فكروه نسي الكلام. وفي عز الايام الصعبه دي بيقابل طفل يتيم زيه في الملجأ من قريه جنب قريته، وهو عبد الحليم شبانه. بيتصاحبوا بقى صديقي ويروحوا اوضه الموسيقى مع بعض ويحفظوا مقامات ويقعدوا يغنوا، عشان بعد كده الاتنين دول يا صديقي يبقى واحد منهم من اهم الفنانين في مصر هو عبد الحليم حافظ، والتاني من اهم الشعراء في مصر هو احمد فؤاد نجم. بيطلع نجم يا صديقي من الملجأ يتيم وفقير زي ما دخل بالظبط، وبدل ما يبقى ملك زي ما ابوه كان بيتمنى بقى اجير عند الملك، ومن اجير عند الملك يا صديقي لخدام في بيت خاله، وبعد كده شغال في معسكر جيش الاحتلال. بس بيسيبه يا صديقي زي ما الاف المصريين سابوا شغلهم مع الانجليز عشان يسيبوا البلد ويمشوا، والحكومه كمان كانت وعدتهم ان هي هتعوضهم بشغل بدل شغلهم مع الانجليز ده، فبيسيبوا فعلا يا صديقي، والحكومه كمان توفي بوعدها وبيشتغل موظف في السكه الحديد. وبعدها بسنين بيفكر يتجوز بس ما بيلاقيش معاه اي حاجه خالص، ولا فلوس ولا شقه ولا اي حاجه خالص. ويجي واحد شغال معاه يعرض عليه ان هم هيزوروا شويه مستندات في المقابل ان هم هياخدوا شويه فلوس، فنجم ما يكدبش خبر، ما هي الظروف منيله بنيله وهو عايز يتجوز. بكل بساطه يا صديقي
صديقي بيزور وما بيفكرش عشان خاطر الفلوس، وبعد كده الحكومة بتكتشف التزوير ده فبياخد 3 سنين سجن. وفي السجن يا صديقي بيكتب شعر، والضباط بيعجبهم شعره جدا وبيقدموه في حفلات المصلحة. وينشر يا صديقي المجلس الأعلى للآداب والفنون ديوانه الأول تحت اسم من الحياة والسجن سنة 1961. وبعد ما بيطلع يا صديقي بيقعد شوية يدور على مكان يقعد فيه لحد ما بيلاقي حارة قديمة في الحسين اسمها حوش آدم، وهناك بيقابل الشيخ إمام الراجل الكفيف اللي كان بيطلعه معاه مدرج الكلية. والشيخ إمام يا صديقي كان بدأ حياته بقراءة القرآن الكريم وحلقات الذكر، كل ده يا صديقي ونجم بعيد عن السياسة خالص، لحد ما بتحصل هزيمة 67 يختفي نجم شوية ويطلع لنا قصيدة يلحنها الشيخ إمام تحبسهم هما الاتنين. قصيدة يا صديقي اللي كانت بتقول: الحمد لله خبطنا تحت بطاطنا، يا محلى رجعت ظبطنا من خط النار، يا أهل مصر المحمية بالحرمية، الفول كتير والطعمية والبر عمار والعيشة معدن، آخر أشياء مدام جنابه والحشا بكروش وكتار، الحمد لله. القصيدة دي يا صديقي كانت إدانة واضحة جدا لعبد الناصر وحكومته وقتها، وبعدها يعمل أكتر من قصيدة والناس تبدأ تعرفه وتروح له الحارة، فيلاقوا شاعر كحيان كده ومغني كفيف قاعدين، فما يصدقوش إن هما الاتنين دول اللي عاملين القلق ده كله. بتعرف نجم يا صديقي والشيخ إمام والناس عايزة تقابلهم وتشوفهم وتعمل لقاءات معاهم. الناس يا صديقي لقت فيهم اللي مش قادرين يقولوه، كمان بطريقة عامية وسهلة أي حد يفهمها، سواء مثقف ولا لأ أو متعلم أو بيفك خط بالعافية، أي حد هيفهم كلام نجم. عن حبك أنا ليا في بعدك أنا توب عن حبك أنا. وبيخصص لهم التلفزيون برنامج في رمضان تحت عنوان أشعار نجم وألحان إمام، والناس يا صديقي اللي بينظموا البرنامج ده والمسؤولين عنه يحلفوه بلاش الممنوعات اللي بتجيب مشاكل دي، ونجم يقول لهم حاضر عينيا، وأول ما يطلعوا من هنا يبدأوا بالممنوعات اللي بتجيب مشاكل. ما هي الناس بتحب الحاجات دي يا صديقي، ومصدقوا يلاقوا واحد يعبر عن اللي جواهم بكلام هم مش قادرين يقولوه. وفي يوم جمال عبد الناصر يا صديقي بيجيله تقرير من أجهزة الأمن إنهم بيعملوا أشعار ضده وضد حكومته، فيجيب وزير الإعلام وقتها ويقول له: انتوا سايبينهم إزاي يقولوا الكلام ده وما قبضتوش عليهم؟ فوزير الاعلام يرد عليه يقول له: البلد طالعه من نكسه يا ريس والناس زعلانه، ولو قبضنا عليهم دلوقتي هيحصل مشكله والناس هتزعل اكتر، فنسيبهم يعبروا عن رايهم بدل ما نعمل ضجه بين الناس. فجمال عبد الناصر يقول له: مفيش الكلام ده، اقبض عليهم. ويؤمر عبد الناصر يا صديقي بالقبض عليهم واعتقالهم. وخليني اقول لك ان برغم كل ده عبد الناصر لما مات نجم كتب فيه قصيده: حاجات معجزه وحاجات كتير خابت، وعاش ومات وسطنا على طبعنا ثابت، وإن كان جرح قلبنا كل الجراح طابت، ولا يطلوه العدا مهما الأمور جابت. وصحيح انه تم الافراج عنهم يا صديقي في عهد السادات، الا ان السادات قدموا لمحاكمه عسكريه سنه 78 بتهمه اهانه الرئيس، ويصدر حكم عليه ب3 سنين يفضل هربان شويه، بس بعد كده بيمسكوه وبينفذ العقوبه بتاعته. بيخرج نجم يا صديقي من السجن بعد ما السادات بيموت، وبتجيله دعوه من وزير الثقافه الفرنسي ان هم يعملوا حفله هناك. وبيسافر نجم لباريس يا صديقي سنه 85 بعد ما السادات بيموت، عشان كان ممنوع من السفر ايام السادات، وكمان كان داخل طالع من السجن اي حاجه تحصل في البلد يا نجم هات الشيخ امام وتعال، يقوموا جايين رايحين يقعدوا في المعتقل شويه. المهم يا صديقي بيسافر نجم باريس، وهناك في باريس بيقول اشعاره والشيخ امام يلحن، حاجه طبعا ما كانش حد يتوقعها. ومسرح زي ده وقفت عليه ام كلثوم وعبد الحليم حافظ، حاجه كبيره جدا. وبعدها يا صديقي يلف الوطن العربي كله ويعملوا حفلات هناك، الناس بتحبهم، الناس حاسه ان هم من وسطهم بيقولوا كلام زي اللي بيقولوه. بس يا صديقي زي ما الدنيا معودانا ان هي عمرها ما بتمشي حلوه على طول، تحصل خلافات بين نجم وامام لحد ما كل واحد فيهم بيروح من سكه. الشيخ امام كان راجل منظم ومهتم بمواعيد الحفلات ومش مبذر، ونجم زي ما انت شايف عايش اليوم بيومه زي ما دماغه توديه مش فارقه. بتبدا الاختلافات تظهر ما بينهم وكل واحد بيروح من سكه فعلا، وناس كتير حاولت تصلح بينهم بس عمر الدنيا ما هترجع زي ما كان. بيموت يا صديقي الشيخ امام سنه 95 وبيكمل نجم الطريق لوحده لحد ما يبقى واحد من اهم شعراء العاميه في تاريخ مصر، ويعمل حاجات كتير يا صديقي اتعلم مع المصريين زي تتر مسلسل زيزينيا ورايا وسكينه وحضره المتهم ابي بتاع نور الشريف، لحد سنه 2013 يا صديقي وبيفوز نجم باول جايزه ليه وهي جايزه الامير كلاوس الهولنديه. وبعدها بايام بيموت الشاعر احمد فؤاد نجم، واشعاره تفضل موجوده ما بيننا والناس بتدور عليها لحد النهارده. بس يا صديقي لو اول مره تسمع الحكايه دي سيب لي رايك، ولو اول مره تشوفني اعمل سبسكرايب وبص بصه على الحكايات القديمه. سلام.